السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. تعالوا نعمل النهارده شويه عدس. احنا في الشتاء والشتاء بيحب العدس والعدس بيحب الشتاء. تمام، بس النهارده هنعمل عدس مختلف عن المعتاد اللي بنعمله. هنعمل طبق عدس ملكي كده لذيذ وجميل. هنعمل عدس اباظي. العدس ده بيتعمل بالفراخ. اعتقد نسبه الى عائله اباظه. اعتقد كمان ان هم الوحيدين اللي كانوا بيعملوه. الاكله دي اكله قديمه، اكله من الزمن الجميل، وبجد بجد جميلة. أنا أول مرة أجربها والصراحة طلعت تحفة. وأنصحكم لو هتعملوها تكتروا الكمية عشان هتتنسف. يلا بينا نبدأ. هنسلق العدس عادي. كان عندي 4 كيلو من العدس، غسلته وصفيته وحطيت عليه خضار، بصل، طماطم، توم، جزر وكرفس، وسبتهم يغلوا. حطيت عليهم مية باردة وسبتهم يغلوا لحد ما يستووا. الكلام ده كنت عملته الصبح. عندي هنا بقى صدر فرخة واحدة قطعته مكعبات صغيرة، والحتة الصغيرة دي ركنتها لكوفو الكلب بتاعي. حطيت طاسه بقى على البوتاجاز، وحطيت فيها معلقه من الزبده او معلقه من السمنه او شويه زيت اللي يعجبكم. وهشوح فيها الفراخ. هو الطريقه الاصليه ان هم بيسلقوا الفراخ وبيستخدموا الشوربه في العدس. لكن انا حبيت اغير، اديله نكهه. وكده كده ما بحبش استخدم شوربه الفراخ في اي اكل الصراحه. فقلت اشوحها في حته السمنه تديها نكهه حلوه. نشوح الفراخ بتاعتنا. عقبال ما تتشوح جبت العدس وضربته بقى كده بالهاند بلندر بعد ما استوى. زي ما قلت لكم انا عامله الخطوه دي الصبح. ضربتهم بالهاند بلندر ورجعتهم تاني على البوتاجاز وزودت شويه ميه طبعا. هنا الفراخ كانت خدت لون حلو. ابتدي بقى اقطع بصلايه كده متوسطه، اقطعها قطع صغيره تتشوح مع الفراخ. هشوح البصلايه مع الفراخ كده لحد ما تاخد لون حلو. مش عايزاها تاخد لون غامق. حطيت مكعب من الثوم، بس دي ما اتصورتش. قلبتهم برضو والنكهات اختلطت مع بعضها وظهرت. عصرت طماطم في الخلاط، حوالي 3 ثمرات من الطماطم كده صغيرين، مش كتير، احنا مش عايزين طماطم كتيره. وحطيت برضو ابتديت اشوحهم مع بعض لحد ما يتسبكوا. وهنتبل المقدار بتاعنا بهارات بسيطه قوي. التوابل اللي حطها على الفراخ هي اللي هتحط على العدس. حطيت ملح، فلفل، كمون، كزبره، شويه شطه اللي يحب الاكل سبايسي. نقلب كل المقدار ده مع بعضه ونسيبه يتسبك مع بعضه كده ويتقل. هاجي بقى للعدس، هحط عليه نفس البهارات زي ما قلت لكم. هنا ابتدى يغلي اهو، زي ما تشوفوا كده ابتدى يغلي. العدس لو غلي ونرفع نشيل الغطا من عليه، لان هو كده كده بيغلي وبيفور ويوقع على البوتاجاز. شايفين لون العدس جميل ازاي؟ ما شاء الله. هنتبله بنفس البهارات اللي قلت لكم عليها. كمون، فلفل اسود. ما نكترش فلفل اسود عشان ما يديهوش لون غامق. لو عندنا فلفل ابيض نحط. تمام. هنظبط الملح بتاعه ونسيبه يغلي لحد ما يتقل. احنا عايزينه تقيل، مش عايزين شوربه خفيفه. هنا العدس تقيل اهو والفراخ اتسبكت. هحط بقى، اجيب مغرفتين كده من العدس احطهم على الفراخ. برضه هما ما بيعملوش الحركه دي. هما بيحطوا الفراخ على طول في ارضيه الصينيه. جبت صينيه بايركس مولعين الفرن عشان هو يخش الفرن. حطيت فيه خليط الفراخ مع الصلصه ووزعته كده في الارضيه. بعد كده هصب العدس عليه. ما شاء الله العدس طعمه حتى حلو من غير اي حاجه. هو محتاج بس بصلايه وشويه وشويه شعريه، وهيبقى عدس خرافي تحفه. حط الكميه اللي احنا عايزينها في البايركس حسب حجم البايركس وادخلها الفرن. تحت الشوايه تتشمع شويه، وهي المفروض تاخد لون بسيط. هي اتشمعت والمفروض هو كده خلص. آه، ازينه زي ما انتوا عايزين. انا هنا كنت شلت معلقتين من الفراخ اللي هي بصلصه الطماطم، وحمرت عيش قطعته مكعبات وحمرته في الزيت. ممكن تحمروه في الفرن اللي يعجبكم. شويه بقدونس كده مجففين او فريش اللي موجود، رشه كده من الشطه برضو. وجربوا احلى طبق عدس اباظي. ان شاء الله هتدوقوه. جربوه وان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.